dilemine واربع من قلة أثبت تنام تجاني مني قلة أستحيز بكم قلة أثبت نوم قلة كرمانجي هرا قلة هرا دلمنا واربع من قلة أثبت السلام عليكم. عندك شقة وعايز تشطبها، الشقة دي كانت على الطوب الأحمر أو كانت شقة متشطبة قبل كده زي الشقة اللي احنا فيها دي. بيجي قدامك حلين، هل آخد الريسك وأجيب الصنايعية وأكلم ده للمحارة وأكلم ده للسيراميك إلخ وأوجع دماغي طبعا ده يديني ميعاد وما يجيش، طب مش عارف أستلم. بص أنا عارف إنك مش عايز السكة دي، طب هتروح لمكتب يشطبها لك أو مقاول يمسكها لك. طيب أشتغل معاه بنظام إيه؟ يعني مثلا في مقايسة مقفولة، هل اشتغل بالنظام ده ولا اشتغل بنسبة اشراف ولا اشتغل ازاي؟ انا وسام محمد شغلتي تشطيبات، هقول لك على انسب وافضل طريقة تشطب بيها شقتك لو حد هيشطب لك الشقة. خليك معايا. انت متخيل بقى بنظام المقايسة المقفولة انك ريحت دماغك؟ ما هو انا هتفق مع المهندس او المقاول اللي ماسك الشغلانة على البنود المطلوب تنفيذها وبعد كده هو ينفذ. تمام كده؟ المقاول كسب المقاول خسر، انا ماليش دعوه، انا اتفقت معاك وقلت لك والله انا عايز كذا وانت قلت لها تصرف كذا وخلاص اتفقنا ومضينا ورق او ايا كان. انا حابب اقول لك ان دي غلطه كبيره جدا فاوعى تقع فيها. ليه بقى؟ احنا عندنا السوق بتاعنا متغير كل يوم بسعر. الشقه اللي احنا فيها دي مثلا في خلال شهر شغل تقريبا او اقل اشترينا مثلا سلوك الكهرباء بس بسعرين. تمام؟ وقيس على كده كل البنود، الاسعار متغيره في اي لحظه. طب انت متخيل ان المقاول هيخسر؟ المهندس هيخسر؟ لا طبعا. فكده حطيت نفسك في حرج او وقعت نفسك في غلطه بسيطه جدا، وهي ان بما ان المقاول مش هينفع يخسر قدامك طريقين، يا يقول لك على زيادات، وطالما فتحت معاك في حته زيادات دي يبقى انت فتحت الباب لسرسبه طويله قوي. تمام؟ مش هتنتهي ومش هينفع تنتهي علشان انت وافقت من البداية واقريت ان الاسعار تغيرت، فالاسعار هتفضل تتغير وتتغير والصنايعية يوميتها هتزيد والنقل هيزيد وكل حاجة هتزيد. طيب انت وقفت كده وقلت له احنا اتفقنا يا هندسة، احنا اتفقنا يا اسطى فلان ان الشقة هتشطب بقد كده. هيبقى قدامك حل من اتنين، يا اما يحصل خلاف وفركشه والراجل ده يمشي، او يقول لك طيب ربنا يسهل وربنا كريم ومش عارف ايه وبتاع. وهتيجي هنا بقى للغلطه الكبيره، انت طبعا متفق على خامات ومصنعيات وما انتش واقف، وفي شغل مدفون كتير. الكهرباء فيها الحاجه الاوريجينال والحاجه الهاي كوبي، والهاي كوبي دي احنا بنقولها مجالا كده عشان نلطف بس الموضوع، لكن هي في الاصل المضروب، الاصلي والمضروب. عندنا في السباكه نفس الكلام، عندنا السيراميك كذا فرز، عندنا جوده الصنايع نفسه، عندنا بلاستيك التشطيب، عندنا مليون بند وبند. طب انت يا عم كلت دماغنا والله بامانه، يعني ايه انسب حل؟ ما تخوفنيش. هنيجي بقى للحل التاني. الحل التاني ان اشتغل بنسبه اشراف، نسبه ثابته. والله احنا هنجيب المصنعيات، حضرتك هتبقى عارف الخامات كذا وهتبقى عارف المصنعيات كذا، تمام؟ وانت بس هيبقى ليك نسبة ثابتة. باختصار كده المقاول او المهندس في المقايسة المقفولة هدفه انه يقلل المصاريف قدر المستطاع، علشان خاطر انت اتفقت معاه على 100,000، لو اسلمك الشغلانة ب20 هتستلمها، ب30 ب50 هتستلمها، فكل قرش هيتوفر هيتحط في جيبه. تمام؟ مش معنى كده بقول ان الناس حراميه، بس انا بفهمك. تمام؟ عارف بتفكر في ايه؟ يعني انت عايزني اروح ادي الواحد 15% 12%، يعني كل 100,000 اديله 12,000 او 15,000 في مقابل ايه بقى؟ ده ما بيعملش اي حاجه. لا ازاي؟ ازاي ما بيعملش اي حاجه؟ انت بتدفع الفلوس دي لحد مقابل دماغه وقته ومجهوده، راحتك انت، مقابل خبرته، علشان حضرتك ايا كان فاهم في اي مجال برضو خبرتك مش زي خبرة حد في السوق وحد ايده في الموضوع. تمام؟ يعني حضرتك ما تعرفش الفرق بين السلك الاصلي والسلك المضروب، ما تعرفش مثلا الخامات الكويسة في السباكة، ما تعرفش الخامات الكويسة في النقاشة، ممكن ما تعرفش تستلم ازاي من صنايعي.
كفايه وجع الدماغ وتنسيق المواعيد وترتيبات. كل ده انت بتريح نفسك منه، مش فكره ان انت بترمي فلوس في الارض، لا، انت بتشتري راحتك. انت ممكن ما تحسش بالموضوع ده، ما يحسش بالقصه دي فعلا غير شخص شطب ووقف مع صنايعيه واستلم مع صنايعيه بايده. هو بيكون مضطر، لكن لو تدور او حد، كل واحد شطب شقته تساله يقول لك لو كان في استطاعتي ان اجيب حد يشطبها لي اكيد ما كنتش هتردد، لان الموضوع كان هيفرق معاك كتير، شغلك ووقتك وكمان انت في حاجات انت مش فاهمها، فمحتاج حد ثقة. فاحنا بنوفر لك القصة دي. طب حضرتك طبعا عندك وقت، عندك خبرة بسيطة تقدر تشطب بيها شقتك، بس بيواجهك شوية حاجات بسيطة كده، مثلا في الكهرباء، في السباكة، في النقاشة، كل ده مفيش أي مشكلة. كل اللي طالبه منك اكتب لي سؤالك في الكومنت، وانا ان شاء الله تعالى باذن الله يعني المرحله اللي جايه هيعمل شويه فيديوهات سلسله كامله ان شاء الله عن كشف المستور بقى والحاجات المستخبيه في مجال التشطيبات. ايه الحاجات اللي تاخد بالك منها، ايه اللي يضحك عليك فيه بسهوله، حاجات اوعى تفرط فيها، الخامه الكويسه من الخامه المضروبه. كل التريكات اللي تشغلك دي لو انت مهتم هتلاقيها ان شاء الله في القناه. كل اللي انا عايزه منك لايك بسيط، كومنت بسؤالك، لو مش مشترك اشترك في القناة، وإن شاء الله اللي جاي هيساعدك كتير. سلام.